ولان في ناس كتير ما بتحبش الاكلات بتاعه الرنجه والفسيخ، وفي ناس سالتني على الخاص احنا عايزين نعمل عزومه او نعمل غدا يوم شم النسيم وما يكونش فيه الحاجات دي. تعالوا النهارده اقول لك على وصفه حلوه تقدري تعملي بيها اليوم وتقضي بيها اليوم ده وتكوني سفره جميله جدا زي موجود قدامكم كده النهارده، بحاجات متاحه وموجوده وفي نفس الوقت من الاسماك وبعيده عن الفسيخ وكمان الرنجه. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض ونشوف المكونات وطريقة التحضير. أنا النهاردة استخدمت سمك بلطي والمكرونة و مش هستخدم الهراسة بتاعت الثوم، هستخدم الهون عشان بيدي افكت أحلى شوية. حطيت فلفل حامي وفلفل رومي أحمر مع الثوم وملح وكمون، وهرست ده كله وتبلت بيه السمك، وكمان هبتدي ان انا اقليه نص قليه صغيره. تعالوا بقى للكابوريا، حطيت معلقتين من الزيت، والكابوريا دايما بتتحط على الظهر بتاعها كده زي ما احنا شايفين علشان تتشوح وتاخد لون وفي نفس الوقت ريحتها الحلوه تطلع. وهقولك نحط معاها ايه وازاي تطلعيها، يكون فيها شويه شوربه صغيرين وممكن كمان تستغني عنهم لو حب. تمام. انا بعمل كده في حله بحط عليها بصل من المبشور، او كمان بحط بصل متقطع تقطيعات رفيعه، تمام، عشان يديكي طعم حلو. حطيت معلقه من الثوم اللي انا عملته في الهون واديتها تقليبه كده، ابتدت تاخد لون كويس اهو زي ما احنا شايفين. هحط التوابل، بهارات سمك، ملح، كزبره وكمون وفلفل اسود وشويه بابريكا، وهحط ربع كوبايه من الميه دي حطيتها بعد ما الكابوريا اخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى نعمل التسبيكه بتاعه السمك البلطي. توم وبصل وكزبرة مع فلفل حامي على البوتاجاز لحد ما يعمل حاجة بسيطة كده لون وتاخدي الريحة بتاعته. بنزل الصلصة بتاعتنا وبنزل معلقة من البقدونس المفروم عليه، بتبقى ريحة الصوص ده او الصلصة دي حلوة جدا. وهبتدي بقى انزل السمك بتاعي البلطي بعد ما اتقلى في قلب الصينيه دي صياديه سمك بطريقه حلوه جدا وطعمها بيكون تحفه وخرافه، تغيير عن المقلي اللي بيتاكل على طول. تمام. انت بتقلي طبعا السمك نص قليه او ممكن قليه كامله عادي لو مش هيقعد في الصوص كتير. تمام. لكن انا هنا هديله تشميعه في الفرن علشان ياخد الصينيه تاخد لون كويس. وكده نبقى عملنا صينية السمك الصيادية بطريقة بسيطة وسهلة. تعالوا بقى الملك بتاع الأكل النهاردة وهو الملوخية. طبق الملوخية بالجمبري ده من الأطباق المختلفة جدا اللي احنا كتير مننا بيختلط علينا الأمر في العمايل، وفي ناس تقولك لا أنا مش هينفع أعمل ملوخية بالجمبري بتبقى زفرة، لا طعمها هيبقى عامل ازاي، كل ده بيبقى جدال عليها. تعالى أقولك ازاي تطلعي طبق ملوخية بالجمبري تحفة. طبعا الجمبري ده الصغير البلدي، بصلايه مفرومه ناعم على البوتاجاز في معلقتين من الزيت، بقلب فيهم الجمبري واحط عليهم معلقتين من صلصه الطماطم اللي معموله في البيت، نص معلقه من الثوم اللي انا عملته في الهون بالفلفل الحامي والفلفل الاخضر والكمون والملح. تمام. كل دي الحاجات بتتبيله الجمبري. الملوخية بتاعتي بتتخرط، انا بحب الملوخية الخضرة يا جماعة مش الفروزن، وبعمل لها طشة ملوخية عادية خالص خالص بالثوم والكزبرة وكمان بالسمن او بالزبده في الاخر. هنا الجمبري اخد معايا لون حلو جدا اللي هو اللون الروز واستوى تماما، بنزل عليه الملوخيه. طب وانت حاطه طماطم يا جماعه؟ الحاجات دي كلها بتبقى في تتبيله الجمبري، وده اللي بيفرق الملوخيه العاديه عن الملوخيه اللي بالجمبري، وده اللي بيفرق ريحه وطعم الزفاره اللي انتوا بتحسوا فيها في الملوخيه اللي انتوا بتعملوها من غير الطريقه دي. تمام. هحط عليها بقى طشة التوم بتاعتها العادية خالص، وكده يبقى خلص عندي الطبق الرئيسي والأساسي في الغدوة بتاعتنا هنا النهاردة. طبق الملوخية بالجمبري، ريحته تحفة وطعمه قوام الملوخية زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده.
طبعا الملوخية بتتعمل على شوربة الجمبري، القشر بتاع الجمبري اللي عملناه، وانا عملتها معاكم اكتر من مرة. ده كده الكابوريا بتاعتنا، طبق الملوخية بالجمبري. ما ننساش الزيتون الجميل اللي احنا مخليينه سوا مع بعض، رز سمك عادي، سلطة خضراء، وادي شوية مكرونة، سمك مكرونة، وكمان صيادية السمك. وصفة النهاردة خفيفة لطيفة، تقدري تستبدليها بالفسيخ وكمان الرنجة. اشوفكم بخير، والسلام عليكم.